حلقات قناة موسوعة الدكتور يوسف الأنصاري الشاملة. وهذه الدقائق من قسم الشأن الصيدلي. يعني دي القسم ده لو جالك الفيديو ده أولا بدعوك للاشتراك في القناة، وقوائم التشغيل في اليوتيوب هي الأقسام. فبصفتي صيدلي أنا عامل قسم أفضفض فيه مع الصيادلة عن ما يخص مهنة الصيدلة. طبعا رزق الصيدلي وعمله، خاصة صيدلي الصيدلية المجتمعية. أنا بتكلم عن الصيدلي اللي هو صاحب الصيدلية، مش صيدلي شغال في الدعاية، مش صيدلي شغال في الجامعة، صيدلي شغال في شركة، صيدلي شغال في التصنيع، صيدلي صاحب شركة. أنا بتكلم على الصيدلي اللي هو بيمارس مهنة الصيدلة نفسها مع المريض. زي مثلا ما يكون في طبيب أستاذ جامعة هو بيدرس وفي نفس الوقت بيمارس مهنة الطب في عيادته. كذلك في أطباء بيمارسوا مهنة الطب، بس كذلك في صيادلة في الجامعة وبيمارس مهنة الصيدلة. فخلينا متفقين إن أنا بتكلم عن الصيدلي اللي هو بيبيع الدواء أو بيبيع المنتجات الدوائية. تمام؟ فهو رزقه طبعا الأرزاق على الله. أنا بتكلم على الأسباب الدنيوية من فرق الأسعار، تمام؟ ومن الظروف المحيطة به. صيدليته أو تو سي، صيدليته جنب عيادات، في صيادلة مثلا ربنا يرزق الجميع ما حاسينش بالمشاكل بتاعت المهنة، لأنه مثلا في عملية بيع عنده كويسة وما عندهوش مشاكل. لكن في صيدلي آخر ممكن يكون ما عندوش مشاكل بس شايف مشاكل الآخرين وعايشة حاسس بيها، أو هو نفسه عنده مشاكل. فإحنا مشكلتنا إن إحنا مفيش حاليا أدوية. ظروف الناس اتغيرت عن زمان، كثرة المسائل، ده كله بيزنج على الصيدلي في الرزق بتاعه. يعني المفروض طبقا للدين وطبقا للشرع وطبقا لكل إنسان محترم عملية بيع الدواء ما تكونش إلا الصيدلة. بس دي عملية صعب حاليا التحكم فيها. هتلاقي مهندس متجوز صيدلانية، صيدلانية مدي اسمها لأخوها، أو صيدلي بايع اسمه، أو صيدلي مدي اسمه لأخوه، صيدلية العيلة. فعملية الممارسة نفسها المجتمع بيسمح إنه أي حد يمارسها، لأن هو من نظريته دي عملية بيع. فكونك انت تراجع اخطاء دوائيه ما حدش، رغم انه ده مهم وهذا صحيح، ولكن ما فيش حد شايف الكلام ده. فمهنتنا رزقك في فرق السعر، في مبيعات يبقى انت ناجح، ما فيش مبيعات خلاص. لكن لو رجعنا عشان مش هطول على حضراتكم لتعريف مهنه الصيدله في القانون، هنلاقي في سطر كده في الاخر. هذا السطر ايضا محارب وكثير من الصيادله مش شايفه، او ممكن اكون انا مخطئ، ولكن ممكن نستفيد منه. ايه هو السطر ده؟ قبل ما اقول لكم ايه هو السطر ده، بفكركم يا صيادله انكم تشتركوا في القناه وتستمتعوا ان شاء الله في الاقسام المختلفه في هذه القناه. مصطلح دكتور الاعشاب، الناس مقسمه الدكاتره او الدواء ده دواء وده اعشاب. مفيش حد او 90% من الناس فاكر ان الاعشاب دي الصيدله مالهمش دعوه بيها، رغم انه مفيش حد في الدنيا كلها له حق ان يتحدث في الاعشاب الا الصيدله. تمام؟ باختصار في صيدلانيات كتير اتجهوا لمجال التجميل، وفي صيادله كتير اتجهوا لمجال التجميل. بس انا عايز اعمل شيء مقنن، عايز اعمل الشيء بتاعي، عايز احس ان انا لما بتكلم في التجميل بتكلم في الجزء بتاعي. فخلينا متفقين انه محدش ليه حق يتكلم في الاعشاب الا الصيدلي، وده طبقا للقانون. الماده الاولى باختصار في قانون مزاوله مهنه الصيدله اللي هي تجهيز او تركيب او تحضير. التجهيز اللي هو مثلا ممكن نقول البيع اي ماده تستخدم من الظاهر او الباطن لعلاج مرض ما في الانسان او الحيوان او النبات. ايه بقى الصدر اهو؟ او توصف بان لها تلك المزايا. يعني عمليه وصف هذه المنتجات، تمام، دي تعتبر ممارسة لمهنة الصيدلة. يعني المفروض إن وصف الدواء ده بيستخدم كذا وكذا وكذا ما يكونش إلا الصيدلي. طب يعني إيه وصف الدواء أو وصف المنتجات؟ والسطر ده معناه إيه؟ طيب حاليا في منتجات
عشبية وتجميلية وبتستخدم في أغراض كثيرة جدا. ليه الصيدلي اللي عنده علم مش عارف يستفيد بده؟ لو انت مثلا في الصيدلية عملنا استشارات للتجميل والأعشاب، والصيدلي حب ياخد أجر على هذا الكلام، فالمجتمع بيرفض ده، أو العملية ما بتبقاش ناجحة قوي، لأن هو الذهن العقلي بتاعه بيتعامل مع الصيدلية كأنه مكان بيع وشراء. فقليل من المجتمع المصري، والمجتمع المصري طيب جدا وحلو جدا، الناس كلها أحسن مننا، لكن ما فيش توافق في الأمور، ما فيش تناغم، ما فيش انسجام. فأنت كصيدلي بتقرأ وتطلع، إن ما تترجمش ده المبيعات، تمام، هيكون أنت كده باءت محاولاتك بالفشل يا فتى. فانا مثلا ليه ما استفيدش من صبر زي ده؟ اهو مهنتي. يعني مثلا الاطباء، لو اي حد فتح عياده ومارس مهنه الطب بثلاث سنين سجن وغرامه وانتحال صفه طبيب، احنا ليه بتنتحل صفتنا؟ ليه كل من هب ودب؟ الطبيب ملوش حق يتكلم في الاعشاب، ملوش حق يقول الدواء ده يستخدم في كذا وكذا وكذا الا للمريض بتاعه. فانا مش عايز يعني اخش في تفاصيل كثيره، انا عايز اخد السطر ده واقننه ان انا اشتغل في منتجات الاعشاب والتجميل، والطريقه بتاعت ده اللي عاوز يعني اديله الفكره انا هبدا ازاي، والشغل بتاعنا. لانه ما فيش حاجه اسمها دكتور اعشاب، دكتور الاعشاب ده هو الصيدلي فقط وليس حتى الطبيب، تمام. ونستفيد من هذا السطر، ونستفيد من هذه الجزئية، ان يكون كلامنا يعني ليه انا تبقى مهمتي بس ان انا يكون معايا ملايين عشان افتح صيدلية. طب كصيدلي مطلع ويعرف يشتغل، وادي في مادة في القانون بتاعه اللي لسه ما اتغير يعني كمان، يعني من القانون القديم، او توصف بان لها تلك المزايا. يبقى اذا ممارسة هذا الوصف مش بشخص ولا بكشف بتاعة الصيدلي، فدي لماذا لا تقنن ونفتح بيها مجالات عمل للصيدلي حلوة، ويكون شغل التجميل مقنن ما فيهوش مشكلة لأي صيدلي. ولأن مشاكل الصيدلية المجتمعية كثيرة، ولو حتى اتحلت فمش هتتحل في سنة ولا اتنين ولا 10، لأنها عملية بيع، وأي عملية بيع لازم يكون في منتجات. مش عايز أخش في تفاصيل أنواع الصيدليات. فده اللي كنت أنا عايز أقوله في الفيديو. ويا ريت زي ما يكون في ضبط صفة انتحال صفة طبيب، يا ريت يكون في ضبط وإحضار لانتحال صفة صيدلي، لأن ده شغل الصيادلة. ويا ريت الصيادلة نفسهم يحافظوا على مهنتكم.